واسمعوا معايا عاوتاني بونيف وكعادته منين ما بقالو فاش يهضر نوض يهضر على بوريطة وعلى مصر وعلى علاقتهم بالصحراء المغربية. اسمع، بوريطة خرج راح لمصر عادي الزبده وخدمته الزبده واش خدمته وزير خارجيه يروح يمشي عادي. انا عايز جمله مفيده، قول لي جمله مفيده عشان افهمك. كيفاش هادي يروح عادي يمشي الزبده؟ مالك اخويا كترون؟ مالك اخويا؟ عطينا شي كليمه نفهموك بها. الزبده يمشي عادي، ما فهمتش اخويا انا. كمل. دار زياره لمصر وتخرج علينا وسائل الاعلام نتاع المروك واش مصر تعترف بمغربيه الصحراء. يا تركاش بيان ما كاش ارتيكل رسمي ما كانش. وين سمعتها انت؟ والله يهديك ابوني فرد البال هادشي اللي تتقول، وبارك عليك من الاوهام وبارك عليك من الكذوب. راه كثرت الكذوب كتقلل الرزق، وانت راك كتقلب على الرزق في مواضيع اللي عندها علاقه بالمغرب، وانا عارفك. قلل من الكذوب باش ربي يكتب لك رزق كبير صاحبي. دير هاد المواضيع وكا باش يتعاطفوا معاك الكراغيله بحالك وتيشوفوك وتيعطيوك مشاهدات وتيعطيوك لي لايك باش انت تطلع لك نسبه المشاهده وتتخلص. وانا نجيب لك السفير يهضر معاك وهو يهضر معاك يقدر يقنعك، اما انا ما غاديش عليا. اسمع، ملف الصحراء موقف واضح جدا. مصر لم تعترف في يوم من الأيام بالجمهورية بما يسمى الجمهورية الصحراوية، ولم تعترف بيوم من الأيام بجبهة البوليزاريو، ولن تعترف في يوم من الأيام، وهذا أستطيع أن أؤكده. وتأييدها لما جاء بقرارات مجلس الأمن حول المشروع المغربي للحكم الذاتي، والترحيب بالجهد المغربي الجاد ذو المصداقية لدفع العملية قدما للحل. كنظن سمعتيه مزيان، ما بقى لي ما نزيدك اخويا، غنقول لك قطع الله يدير الخير.